ابحث مع الشرطة هروب أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا في الوقت الحالي. إمام عاشور مش لاقيينه، راح فين؟ جه منين؟ إيه اللي حصل؟ إيه اللي جرى؟ ما نعرفش يا باشا ولا نعرف إيه اللي حصل. تعالى كده مع بعض بعد ما أنا اتفرجت وشفت كل الناس، قريت كل المواقع، قريت كل الصحف، كل المجلات، كل حاجة عايز تقولها خلصت خلاص، والناس كلها مش عندها كلام غير إمام عاشور واللي عمله مع النادي الأهلي ورد فعل النادي الأهلي وإيه اللي جرى وايه اللي تم. لكن في البدايه ما تنساش الصلاه والسلام على رسول الكريم على افضل الصلاه والسلام. تدعي لاخواتنا في ارض العزه وفي السودان وفي كل مكان، فهم في اشد الحاجه الى الدعاء. ربنا رب يحفظهم وينصرهم. وما تنساش تعمل لنا لايك، اكون شاكر جدا جدا ليك. ايه اللي تم يا عم اشرف وايه اللي حصل في قصه امام عاشور؟ بص يا عم، النادي الاهلي كان مسافر الى تنزانيا، واذ فجاه صحينا الصبح ندور في الصور بتاعت النادي الاهلي ما لقيناش صوره امام عاشور. قلنا خير اللهم اجعله خير، قلبي مرفرف زي الطير. ايه اللي حصل؟ قال لك اللي حصل ان امام عاشور دخل قائمه النادي الاهلي امبارح عادي خالص، ما عندناش ادنى مشكله. طيب ماشي حلو اهو. ايه اللي تم بقى؟ قال لك اللي تم ايه؟ اللعيبه استنت امام عاشور ساعه الصبحيه. كابتن وليد صلاح الدين قعد مستني عند الطياره. ايه يا جدعان؟ قال لك امام لسه ما جاش. طب نتاخر نصايه، طب نتاخر ربعايه، طب عشان ناخد امام معانا، يمكن يكون الراجل عنده مشكله، يمكن الراجل يكون في حاجه. ما فيش. اتصل على امام تليفونه مقفول. ايه يا جدعان؟ حد يتواصل مع حد من اهله، حد من قرايبه، بلغوا الشرطه، زعوا في الجوامع، اعمل ده قربات ضايع اولاد الحلال، اي حاجه. ما فيش الكلام ده ولا حصل، ولا امام ظهر ولا امام عمل. فجه تورب قال لك انا ولا هستنى 5 دقائق ولا نص ساعه ولا 10 دقائق. اتفضلوا يا رجاله اركبوا الطياره ولما نروح هناك نشوف ايه اللي حصل وايه اللي جرى. وامام مستبعد من القائمه بتاعتنا حاليا. طيب ايه اللي حصل بقى؟ بص يا باشا، هو النادي الاهلي خلاص طلع يعني بتغريم امام وكل حاجه، وده هنتكلم فيه، ولكن خلينا نحط كده شويه حاجات قدامنا. الكلام بيقول لك ايه؟ الكلام بيقول لك ان امام عاشور لما خرج الماتش اللي فات خرج زعلان من يستروب. الكلام ده غير حقيقي، لان الراجل نزل التدريبات بعد كده والموضوع يعني ما فيهوش ادنى مشكله، والراجل ولا كان زعلان ولا حاجه خالص، وعارف ان هو كان بيريحه عشان عندنا ماتشات مهمه جايه. طيب قال لك الراجل خايف يسافر عشان خاطر مرضه اللي فات، وان هو ممكن مش عارف يتعرض لمرض ايه. الكلام ده كان يتقال قبلها باسبوعين، قبلها ب 10 ايام، والطبيب يعني معلش يعني احنا عندنا طبيب، ما عندناش واحد بتاع بهايم ولا حاجه، ده راجل دكتور فاهم ايه اللي بيحصل وايه اللي بيتم في المواقف دي. فبالتالي كلام كله بره الليله كلها. قال لك اصل الراجل كتفه كان وجعه، وفي الماتش ده وقع على كتفه بتاع النادي الاهلي الاخير ومش عارف ايه طبعا، وكاننا احنا مساطيل ومجانين. يعني الراجل ما افتكرش ان كتفه وجعه غير النهارده الساعه الصبحيه وهو رايح المطار. ما علينا. اخر حاجه بقى طلعت قال لك ايه؟ قال لك اصل الراجل عنده المتحور. طب والنبي يا اخي ما تحورش عليا انت، ما تحورش. متحور ايه يا جدع؟ يعني متحور يخليك تقفل تليفونك؟ ما تحورش عليا بالله عليك. قال لك اصله كان تعبان وايه اللي حصل واهله ومش عارف ايه. بص، بعيد عن يعني عن اي شيء، ربنا يشفي اي واحد مريض. يعني امام لو تعبان ولا في حاجه ربنا يشفيه. احنا اتكلمنا قبل كده عن امام مره واثنين وثلاثه، وقلنا ربنا يشفيه لما حصل تعرض مره واثنين وثلاثه لاكتر من اصابه واكتر من مرض. يعني ربنا يشفيه يا رب ويعود لنا على خير. وكنا شايلين امام على كتفنا وحبيبنا وروح قلبنا وامام الموهوبين وكلام وزي الفل. ليله كانت زي الفل قوي سعادتك ومفيش ادنى مشكله. ايه اللي حصل يعني؟ ايه الجديد اللي حصل؟ اخر حاجه خالص قال لك بص، اصل امام امبارح كان في مطعم، وبعدين الكل روح البيت حس كده انه سقعان وبردان، فبدون تحاليل بدون اي حاجه خالص قال لك اصل انا جالي متحور. يعني بدون ما يعمل اي حاجه خالص جه يحور علينا. وبعدين الفجر تعب اكتر. المهم تواصل مع طبيب النادي الاهلي، فالطبيب قال له تعالى الصبح يا امام وساعه الصبحيه هنشوف ايه الاوضاع ومش عارف، لو انت تعبان مش هتسافر معانا. طب امام عمل قفل تليفونه. طب الكلام ده لو حصل ايه اللي يخلي امام يقفل تليفونه؟ اذا الكلام ده برضه مستبعد. طيب خلاصه الكلام، النادي الاهلي طلع بيان النهارده بعد ما بعثه النادي الاهلي وصلت تنزانيا. طلع الكابتن وليد صلاح الدين طلع بيان ورمى البيان على السوشيال ميديا وقال لك غرامه امام 1.5 مليون جنيه، اكبر غرامه في تاريخ النادي الاهلي، اكبر غرامه في تاريخ مصر، ودي تاني غرامه يتغرم امام مع النادي الاهلي. وبالتالي الراجل كده موقوف عندنا لمده اسبوعين، هيتدرب منفردا، ينزل بقى الدرجه اللي تحت يطلع الدرجه الاعلى. المهم ان هو هيتدرب منفردا لمده الاسبوعين دول. وبالتالي انا هخسر امام في فتره مهمه، وانا بالنسبه لي في 60,000 مليون سلامه. ليه يا عم؟ ما حدش اعلى من النادي الاهلي، ويوم ما تشوف نفسك اعلى من النادي الاهلي فيعني باب النادي الاهلي مفتوح. يفوت مش جمل بقى، يفوت جملين 3 4 حمار جمستين. بص اللي انت عايز تفوته تفوته، اطلع يا باشا بره اتكل على الله. واحنا قلنا اي واحد يتنطط، اي واحد يعلى على النادي الاهلي يتفضل يتكل على الله، يغور في 60,000 داهيه تاخده وتاخد اللي عايزه هو كمان. يعني الموضوع سهل وبسيط. هنا ليس كلام عن امام، ولكن هنا كلام بشكل عام. اي واحد عايز يغور من النادي الاهلي يتفضل يغور. احنا ما بنركبش حد فوق جمهورنا ولا بنركب حد فوق ادارتنا. اللي عايز يغور في 60,000 داهيه يغور، احنا ما عندناش مشكله. لكن لو اي حد تعبان 1000 مليون سلام عليه. الخلاصه يا باشا مع امام عاشور، الخلاصه كلها امام هو اللي خسران في الليله اللي احنا بنتكلم فيها دي. ليه بقى هو اللي خسران؟ انت عندك كاس عالم في شهر 6 اللي جاي. كاس العالم ده محتاج انت تكون لاعب اساسي مع النادي بتاعك وبتلعب بشكل متواصل،
مش بتاع حوارات ومش بتاع مشاكل علشان تقدر انت تكون موجود في كاس العالم. فلو انت عايز عرض اجنبي تقدر تلاقيه، ولو انت عايز تزود العقد بتاعك في النادي الاهلي وتدبلره مرتين ثلاثه تقدر ان انت تحط رجل على رجل وتتشرط على النادي الاهلي ساعتها وتقول بقى انا عايز عقد بقى ايه يفوق اي حد موجود داخل الفرقه، وانا افضل لاعب في مصر وافضل لاعب في افريقيا وافضل لاعب في العالم، اللي انت عايز تعمله تعمله. في الوقت ده النادي الاهلي هيديك اهتمامك ويديك اللي انت عايزه، لانك انت راجل يعني مشيت على العقد بتاعك مظبوط، مشيت مع النادي الاهلي ما عملش اي مشاكل. لكن الحوارات اللي بتتم واللي بيحصل ده فيعني عمرك قصير، يعني ليس صالح جمعه عنك ببعيد، ليس ابراهيم سعيد عنك ببعيد، ناس كتير قوي، ليس عمرو سماكه عنك ببعيد، ناس كانت احرف وامهر وافضل 100,000 مره وراحوا فين؟ يعني اتنسوا من التاريخ خالص وما عادوش موجودين. ولكن الخلاصه كل واحد بيتعلق من عرقوبه. انا بقى هنا عندي نقطه صغيره عايز اتكلم فيها. ايه النقطه اللي انا عايز اتكلم فيها؟ انا عندي 2 لعيبه في نص ملعب النادي الاهلي، الاثنين الوكاله بتاعتهم واحده، الاثنين تابعين لادم وطني، سواء كان اليو ديانج او امام عاشور. هنا في مشكله وفي حوار كبير بيتم. ولكن شوف، بالرغم من اليو ديانج كان عايز يمشي، وبالرغم من امام عاشور في كلام وفي حوارات عماله تدور، اجدد عقدي، ارفع عقدي، امشي ولا ما امشيش، والكلام الحوارات دي كلها، ولكن شوف فرق العقليه بين الاثنين لعيبه. اليو ديانج جاي له عرض من فالنسيا، النادي الاهلي رفض. اليو ديانج بيتمرن وبيلعب. اليو ديانج قبل ما بطوله افريقيا تبدا اخر لاعب مشي من النادي الاهلي. اليو ديانج لما فريقه المنتخب بتاعه طلع من بطوله افريقيا اول لاعب رجع للنادي الاهلي وكان موجود. العب يا ديانج بيلعب، اطلع يا ديانج اعاره بمبلغ يعني زهيد جدا بيطلع، يا ديانج جدد مبلغ قليل قبل كده جدد، يعني مفيش اي حوارات اليو ديانج عملها داخل النادي الاهلي. امام عاشور الناحيه الثانيه، شوف العقليه بتاعته وشوف اللي حصل مع ادم وطني لما كان امام عاشور كان تعبان وكان موجود، وقال لك اصل يطلع يقول بقى ايه قرارات ضد ادم وطني والكلام ده، ما طلعش يتكلم ولا اي حاجه خالص. وشوف دلوقتي امام عاشور بيعمل ايه وايه اللي حصل. شوف فرق العقليه بين الاثنين لعيبه عامله ازاي. تقول لي اصل دي سياسه بيتبعها اي مش عارف اسمه ادم وطني ده بيتبعها مع لعيبه النادي الاهلي اللي هو يعني عامل شراكه معاهم زي محمد عبد المنعم زي وسام ابو علي. اللي عايز يعمل يعمل. فرق العقليه بتاعت اللاعب. شوف اللاعب بتاعك عمل ايه، شوف محمد عبد المنعم حصل معاه ايه، شوف اليو ديانج حصل معاه ايه، شوف وسام حصل ايه، شوف امام حصل ايه. في الاخر النادي الاهلي ما بيتلويش دراعه، اللي عايز يغور يتفضل يغور، باب الاهلي مفتوح لاي حد عايز يدخله ومفتوح لاي حد عايز يمشي ياخد بالشلوط ويتكل على الله. فمن الاخر كده انا ما عنديش ادنى مشكله لو امام عاشور صحينا من الصبح، وانا قلت الكلام ده والله العظيم من سنه فاتت، يعني لو جاله عرض يا ريت النادي الاهلي يخلص ونبيعه عشان خاطر يعني دماغنا ترتاح، لانه واضح ان هيحصل فيه حوارات وفي حاجات كتير وده بيتم، والناس ساعتها زعلت والناس ساعتها اتكلمت. لكن ما علينا، امام عاشور لما وصل للطب بتاعه اتكلمنا قلنا احسن لاعب داخل مصر وداخل افريقيا. دلوقتي بنقول اللاعب ده لا يصلح للعب في النادي الاهلي لو بالفعل صح الكلام. ويعني وان كان خلاص النادي الاهلي طلع قرار بان امام عاشور موقوف لمده اسبوعين وكمان غرامه 1.5 مليون جنيه، فانا اكيد النادي الاهلي متاكد من الكلام ان امام عاشور يعني هو السبب في المشكله اللي حصلت دي كلها. طيب خلينا برضو نقول اخر نقطه خالص، انا بتكلم هنا على 2 لعيبه في نص الملعب. خد اللاعب الثالث محمد علي برمضان، جاي له عرض من النادي الاهلي الليبي. النادي الاهلي الليبي عرض على محمد علي برمضان انه يطلع. انا ما اعرفش ايه قصه نص ملعب النادي الاهلي، مش عارفين نجيب لاعب في نص الملعب، حتى اللعيبه اللي بنروح نجيبها في نص الملعب ما بنعرفش ناخدها، وكمان اللعيبه بتاعتنا في نص الملعب عايز تمشي. احنا عندنا فرقه موجوده في نص الملعب، ربنا يستر يا رب ونلاقي كده ونكمل لحد نهايه الموسم كده على خير في نص الملعب اللي مش عايز يخلص على خير ده. عامه احنا وصلنا للختام، في الختام بنصلي ونسلم على الرسول الكريم، واتمنى منك تكون دعيت لاخواتنا في ارض العزه. ورساله اخيره لاي لاعب شايف نفسه اعلى من النادي الاهلي، اتفضل يا حبيبي بص في المرايه، شوف نفسك عمرك قد ايه، بطولاتك ايه، حققت ايه داخل النادي الاهلي منهم، انت اسمك كان ايه قبل ما تيجي النادي الاهلي، اسمك بقى ايه بعد ما تيجي من النادي الاهلي، وهل النادي الاهلي هيقف عليك كان وقف على اللي قبلك او كان اللي قبلك كان اثر فيه. محدش اثر داخل النادي الاهلي ومحدش هيأثر في اسم النادي الاهلي، انت بتأثر على اسمك فقط لا غير، والتاريخ بكره بينسى اي حد هموش ملوش لازمه. اشوفكم على خير، ما تنساش تاني وتالت ورابع الصلاه والسلام على الرسول الكريم، والسلام عليكم.